مؤتمر صحفي لعرض مستندات تكشف حجم الفساد داخل وزارة الطيران المدني في عهد الفريق أحمد شفيق تحول لمعركة بالأيدي والألفاظ بين منسق المؤتمر ومجموعات من مؤيدي شفيق وأسفين يا ريس بعد اقتحامهم مقر نقابة الصحفيين. أنصار أحمد شفيق حاولوا يضربوني عشان أنا كنت شغال بصور الحقيقة. كان كل همهم ان المؤتمر يتلغي عشان الحقيقه والمستندات اللي تفضل احمد شفيق ما تظهرش للراي العام. هو ده كان كل هدفهم. ناس منهم راحوا طالعين على المنصه وبداوا يهتفوا وبداوا يتعدوا على الناس الموجودين على المنصه، وواضح ان كان معاهم ناس كتير بداوا يعتدوا على كل الناس الموجودين حتى الاعلاميين. ضربونا، انا الكاميرا بتاعتي اتكسرت والنضاره اتكسرت والبطاريات وخدوها، سرقوا الحاجه واعتدوا علينا بالضرب كلنا. دي عقلية مبارك، دي عقلية النظام السابق. أنا تذكرت ما جرى أيام مبارك، بعتوا لنا 3 مرات البلطجية اقتحموا نقابة الصحفيين. دي المرة الرابعة. 1,500,000,000 جنيه قيمة صفقة واحدة يكشفها مستند يبرز تعيين شفيق لمحافظ البنك المركزي فاروق العقدة كأحد أعضاء مجلس إدارة مصر للطيران ليتغاضى بدوره عن كشف ذلك الكم من الفساد. امضت الفريق احمد شفيق قرار وزاري بتعيين فاروق العقدة، صفوة النحاس، مدحت حسنين اعضاء مجلس اداره ياخدوا ارباح خياليه عشان ما يتكلموش على الفلوس اللي على شركه الوزاره. مليار بقول له عليك من سنه 2001 صفوة النحاس، اما عينوا عضو مجلس اداره. ادي مدحت حسنين وزير الماليه اللي قالوا على المليار جنيه، اما عينوا عضو مجلس اداره. هو ده الفريق احمد شفيق يا جدعان، هو ده الفريق احمد شفيق اللي احنا عملنا فيه البلاغات. والمصيبه بقى مش كده كمان، ده المبنى الجديد واللي كانوا عايزين يصرفوه على المبنى اللي اجدد من او اللي اقل حداثه منه، اسمه مبنى 2، واللي الشعب المصري بيروح يقول لك ده مطار جديد. عايزين نفهمهم يعني ايه مطار، ويعني ايه مبنى ركاب، ويعني ايه حظيره طائرات، ويعني ايه مخالفات. لان انت لو ما فهمتش يبقى عليك انك انت ايه، تنبهر بما يقول. فانا عايز اقول لك ما تنبهرش، واذا لم تنبهر فسوف تفهم، واذا فهمت فلن تنتخبه. ولم يتوقف الأمر على المؤتمر الصحفي، فبعض المهندسين الساخطين على عدم التحقيق في قضايا الفساد المتورط فيها المرشح الرئاسي دفعتهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 10 أيام. اعتادوا أنهم يدخلوا أي مشروع في أزمة علشان يستفيدوا من هذه الأزمة. دي سياسة أي مسؤول فاشل، إنه يدخل أي مشروع في أزمة علشان يستفيد من الأزمة. ما فيش بني آدم بيمد إيده في خزنة يسرق، لا، هو عايز يعمل حاجة بيعمل مشروع. لغة جديدة للحوار إذن ابتكرها أنصار شفيق لتكون مرجعية على ما يبدو خلال المرحلة المقبلة، فالاشتباك بالأيدي لن يكون نهاية المطاف حال استمرار تجاهل البلاغات ضد مرشح نظام مبارك. أحمد عبد العليم، مصر 25، القاهرة.